بالاخوان المسؤولين باش يتضامنوا اكثر، باش يكون تضامن اكثر ما بين خمسه الهيئات للقضاء على المرتزقه في قطاع سيارة الاجره. وكنحييكم من القلب وكنقولوا لكم عبئوا تكون التعبئه اكثر في مدينه الدار البيضاء، واخوانكم في المغرب الان مستعدين ياخذوا معكم مسلسل نضالي على الصعيد الوطني ان شاء الله من اجل الاستجابه للحقوق ديالنا. وكنهنئوكم باننا راحنا مستمرين في الاحتجاج، وغادي يصدر بلاغ رقم 2 كذلك فيه مسلسل انذاري ومسلسل نضالي واحتجاجات كيف ما ذكر الاخ. وكنطلبوا منكم كيف ما نجحتوا هذا الاضراب ونجحتوا هذا الاحتجاج، كنطلبوا منكم باش يكون كذلك الانسحاب ديالو سلمي وحضاري ويعكس الصوره المثاليه اللي كنتشرفوا بها جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله. حنا كنتواجدوا الان في مدينه الدار البيضاء، كنعرفوا هذا الاحتجاج الجديد في مدينه الدار البيضاء، وشنو المشاكل اللي نتوما علاش واقفين اليوم في مدينه الدار البيضاء. اولا هذا الاحتجاج هو بدايه احتجاجات مستقبليه. اولا احتجاج على اسلوب الاقصاء والتهميش والقرارات الاحاديه والكذوب ديال المسؤولين، لا الحكومه ولا الاداره الوصيه على القطاع ولا المسؤولين بجهه الدار البيضاء الكبرى. عده لقاءات مع الوالي سفير، يعني غير الكذوب في الكذوب، يعني شي كيحد. اولا اللقاءات مع السيد والي جهه الدار البيضاء الكبرى مبنيه على برنامج اللي فيه تبليغ كل البرامج اللي غتعمل عليها جهه الدار البيضاء الكبرى. اولا كنشوفوا غياب مجلس مدينه الدار البيضاء. مجلس مدينه الدار البيضاء اكبر فساد هو القرارات الاحاديه والبرامج اللي مقصين منها مهنيين ديال قطاع سيارة الاجره. وكيف ما كتلاحظوا ان البرنامج ديال الخط الثاني ديال الترامواي هو اقبار لمهنه قطاع سيارة الاجره والمهنيين بمدينه الدار البيضاء. احنا تنقولوا على ان هذا المشروع هو مقبره جماعيه للمهنيين. اذا ما يمكنناش نسكتوا، خاصنا نحتجوا، خاص رده فعل. حنا كنقولوا هذه رده الفعل اليوم هي بدايه وستستمر الاحتجاجات، ولو اننا نحتجوا كل اسبوع للمطالب ديالنا، لان ملي كنقولوا ان مهنيين قطاع سيارة الاجره هم اللي دشنوا المحطات، هما اللي بناو مدينه الدار البيضاء، وهذا فضل على المسؤولين وعلى الدوله المغربيه. اذا باش نعطيو ورقه الولوج بدا مدينه الدار البيضاء اليوم كيقول لي تفضل راك تحضروا، يعني همشوه، يعني بحال وصلنا القطاع ديال سيارة الأجرة. واش بسبب القرارات ديال الوالي سفير ولا مشاكل كتراكم سنه على سنه؟ السيد الوالي خاص تكون قرارات جريئه، خاص يكون حوار جاد ومسؤول. الحوارات الملغومه والفاشله ما يمكنلاش تعطي نتائج اللي كيتمناوها جميع المغاربه اطلاقا. لان الاداره اليوم خاصها تحترم تعاقد ديال المغاربه والحكومه والدوله المغربيه من خلال الوثيقه الدستوريه ديال 2011. اذا الوثيقه الدستوريه والمضامين ديالها تلتزم على اخذ واشراك كل مكونات المجتمع المدني ديال الدوله المغربيه. اذا هذا الشيء كله تضرب عرض الحائط. اذا المؤسسات اليوم تنفرد بقراراتها وتأخذ قرارات أحادية، وهذا هو الاحتجاج في غياب الجميع. لأن من يقولوا الضرر ديال الترامواي، الضرر هو مشروع، هو شريك قوي مدعم من طرف الدولة. قطاع سيارة الأجرة شريك ضعيف، ما عندوش دعم، ما عندوش امتيازات، ما عندوش حقوق يعتمدوا ويدخلوا على المجهود اليومي. إذا هنا ما كاينش حقوق اجتماعية. البطاقة المهنية تعطات ورقة من أجل غلق الافواه وعدم الاحتجاج ووعود والتزامات كاذبه من طرف الحكومه. اليوم الاحتجاج ديالنا هو انذاري واول، وغادي نستمروا في الاحتجاجات، وغادي غتكون تعبئه على الصعيد الوطني. اذا ما اخذناش حقوقنا سنكون في قرار اتجاه مدينه الرباط. انا كنتواجدوا في الشارع هنا، كيبان لي سياره الجر القوه الامنيه هنا. واش هاد الناس منعوكم شفويا إكري، يعني بغا يمنعوكم تستعملوا واحد الواقع ديال المنع؟
واش انتم توصلتوا الورقه ديال المنع على الوقفه ديالكم؟ اولا قرار المنع جانا البارح، قرار المنع من طرف والي جهه الدربيضه شفوي. حنا طلبنا قرار المنع كتابه. نعم الا كانت المؤسسات الحريه والديمقراطيه خاص يكون كتابي، توصلوا بقرار المنع كتابي. واش وصلت الحاله كتابيه؟ ابدا. ولا الهيمنه والغطرسه ديال الامن وصلنا عليه مازال باقي عايشه في هذه البلاد هذه؟ اولا التبليغ جاء عن طريق السلطه الامنيه من طرف السيد والي الجهه ومن طرف المسؤولين لا على المستوى المركزي وعلى الجهوي. اذا على الموبيل المركزي جهه منفذه ماشي من حقها باش تواجهكم تمنعكم، يعني خاص يكون قرار المنع خاص يكون كتاب من والي المدينه من طبيعه الحال، لانه السياسه العامه واللي كتنادي بالديمقراطيه واعطاء الحريه، لانه رجعنا للمضامين، رجعنا للدستور هناك يعطي الحريه في التعبير. اذا من حقنا نعبروا، من حقنا نحتجوا. اذا هذا دليل على القمع اللي مازال مستمر في بلادنا. ما خلاوش الناس يعبروا على المواقف ديالهم ويشجبوا ويحتجوا ويدافعوا عن القوت اليومي ديالهم. هذا الصباح هذا ملي وقفتوا هنا، واش الجهاز الامني عنفتكم؟ واش كان التعنيف؟ كان اولا كان تبليغ على قرار المنع. هذا صبيحه واش كان التعنيف في الوقفه ديالكم؟ واش كان الى لاحظتوا هو تنفيذ القرار ديال المنع. بطبيعه الحال غادي يجي بمراحل، مرحله الحوار، مرحله التعنيف، مرحله يعني الالغاء، مرحله. ولكن احنا مؤسسات نحترم القانون ونؤمن بالقانون ونطلبوا الا تنفيذ القانون. اذا التبليغ ديال المنع ما توصلناش به كتابه، كانت تعتبر اننا في وضعيه سليمه، في وضعيه قانونيه، في وضعيه كيعطينا لنا الحق والقانون اننا نحتجوا سلميا، والبلاغ فيه احتجاج سلمي والصوت ديالنا غيوصل. ولو اننا ما نوصلوش لولايه الجهه ومجلس مدينه الدربيضه سنستمر في الاحتجاج ان شاء الله. حل بالنسبه للولي سفير حل مشاكل كبيره في مدينه الدربيضه الكبرى. واش هذا كان كيتحايل على القانون؟ يعني كيبان والي زعما كينوب على وزير الداخليه ولا كنقارنوا بوزير الداخليه؟ واش ما قدرش يحل المشاكل ديال الدربيضه اللي كانت المشاكل اللي معقوله انتم كمهنيين؟ هو السيد الوالي الاداره الوصيه على القطاع حتى تبلغ له المعلومات المغلوطه عن القطاع، لان القطاع سبب الفشل ديالو وسبب الاختلالات ديالو والفوضى تتحملها الاداره بالقرارات الاحاديه ولا كنركز عليها، لان المهني في العيدان. هذا ما فهمناش، لان صاحب جاه نصر الله كيدور على رجليه في المغرب وكيدور في المدن المغربيه داك الشيء، يعني الوالي السابق تا من حقه يدور في الدار البيضاء المشاكل ديالو المشاكل ديال المهنيين. هذا يعني ماشي مبرره سلكي بالنسبه للوالي باش يدبر بهاد الحوايج هادو، يعني راه عايش في هذه المدينه خصو يعرف المشاكل ديال المهنيين عن الفرد. ما كنعرفوا كمهنيين ما يخرجش على الوالي الكبيره والصغيره، لان عنده الاجهزه ديالو الامنيه، الاجهزه ديالو راه خدامه. الجواب استاذ هو وجود ديالنا اليوم بالاحتجاج، هو الوجود ديالنا اليوم هو دليل وردة فعل على السياسة الفاشلة، على التدبير الفاشل. ومجلس مدينة الدربيضة يتحمل المسؤولية، والأحزاب اللي فيه تتحمل المسؤولية، تقوم بالتدبير الفاشل وبالتدبير ديال القمع وبالتدبير ديال القرارات الأحادية وانا كنركز عليها، لأنه الإقبار والقمع اللي كتشوفوه اليوم هو ناتج عن الديكتاتوريه ان صح التعبير، على نديروا اللي بغينا ونعملوا اللي بغينا، وهاد المهنيين يمشيو يتشردوا او يموتوا او الى اخره. الوالي سفير ولا وزير الداخليه ولا ملك البلاد، شنو كطالبوا اليوم في مدينه الدربيضه انتم كمهنيين؟ لان الدربيضه قد النابض ديال المملكه. اللي كنطالبوا ضمان الحقوق لهاد الناس قبل الشروع في اي منافس قوي لهاد المهنيين المستضعفين. كطالبوا مقارنه تصرفيه من طبيعه الحال، لانه هذا المشروع خصو يتوقف. راه توقف الزمان في المغرب في 2011، توقف المغرب بالمؤسسات ديالو على كلمه حق، وسيدنا الله ينصرو فعلا استجب للشعب ديالو وقال تعديل دستور وشاركوا فيه المغاربه كاملين. اذا تطالبوا بالتنزيل ديالو الحقيقي وليس المرغوم، هذا هو المطلب ديالنا. كلمه اخيره سيدي حل. كلمه اخيره، انا كنحيي المهنيين على الحضور ديالهم وعلى الصمود ديالهم وعلى الاستعداد ديالهم للمعارك المقبله، وكنطلبوا من جميع المؤسسات بما فيها الحكومه والمؤسسه الملكيه والادارات والاحزاب اتقوا الله في المغاربه وفي هذه المستضعفين. شكرا.